الحل الوحيد لمواجهة الكارثة الاقتصادية دي ان كل واحد يشوف له طريقة يكسب بيها بالدولار. طب ازاي تكسب بالدولار؟ هقولك على افضل طريقة فيها 3 خطط. اول واهم خطة هي اتقان اللغة الانجليزية، والاصيع ان لغة واحدة اجنبية مش كفاية حاليا، فالحل اللي هيجيب معاك من الاخر انك تتعلم لغتين في نفس الوقت، والموضوع مش صعب، هو بس عايز ممارسة واجتهاد وشوية حب. الخطة التانية انك تتعلم مهارة من مهارات العمل الحر، برمجة بقى، كتابة محتوى، تصميم، ترجمة، اي مهارة تسند بيها نفسك، بس لازم تبدأ بجد وتتعلمها وتتقنها. الخطة التالتة محو الامية في التعامل المالي اللي كلنا بنعاني منه. احنا محدش علمنا في المدارس ولا في البيت ازاي نتعامل مع الفلوس، بالتالي اي كارثة اقتصادية هتودينا في 60 داهية، لان احنا في الرخاء مش عارفين نتعامل كويس، ما بالك بقى في الازمة المالية. والحل هنا هو قراءة كتب التعامل مع المال، زي الاب الغني والابن الفقير، الاسرار السبعة للثراء السريع، اغنى راجل في بابل، اسرار عقل المليونير، وهكذا. كل واحد بقى يستثمر في نفسه 90 يوم في ال3 افكار: يتعلم انجليزي ولغة تانية اجنبية، ياخد كورسات في المهارة اللي اختارها، ويقرأ كتب عن التعامل مع المال. وبعد 90 يوم ممكن يبدأ يكسب فلوس من المهارة اللي اتعلمها، واللغة هتساعده انه يقدم في موقع من مواقع العمل الحر زي ابورك، ودي التعامل فيها بالدولار، بيعمل باي بال وبياخد فلوسه بالدولار عادي. وخليني اقول لك يا صديقي انك اول ما تعمل الاكونت بتاعك على لينكد ان وتنشر عليه كل حاجة بتعملها وبتطبقها، هيجيلك عملاء من شتى انحاء العالم. الخلاصة لازم كل واحد يزهد من السوشيال ميديا والافلام والمسلسلات بالساعات، ويستثمر وقته في نفسه ويطور مهاراته، والا هيروح في الرجلين ومحدش هيمسك بايده. ابدأ النهارده وخصص ساعة ونص يوميا، 30 دقيقة قراءة، 30 دقيقة تعلم الانجليزية، 30 دقيقة مذاكرة كورس، وخليك متأكد ان رزقك على الله، وما تخافش من الاحداث مهما حصل، انت بس عليك الاخذ بالاسباب. انا محمد فرج، سلام.